الله يشفيه إن شاء الله. ومعنا الآن هاتفيا ابنه مشعل. مشعل مساك الله بالخير. سيد بالنور يا هلا. مشعل يا ليت ترفع صوتك، وودي أسألك في البداية بشر عن صحة الوالد، عساه بخير. والله الوالد الحمد لله، نقول إن شاء الله بإذن الله أنا طيب، وما زال حالة غيبوبة لحد الحين. في غيبوبة. ويرقد في العناية المركزة، نسأل الله له الشفاء إن شاء الله. الله يكتب له العافية إن شاء الله والشفاء والأجر. اللهم آمين، يسمع منك إن شاء الله. طيب أنا ودي أسألك وش اللي حصل، لأن في ناس كثير لما شافوا المقطع سيارة يعني كفرين على الخرسانة وكفرين على الأسفلت، يعني مثل يعني كثير من الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا هذا متهور وهذا شاب لا مبالي، لكن بعدين يعني لما اتضحت الأمور تواصلتوا أنتم مع يعني بعض الناس ومعانا، اكتشفنا أن هذا والدكم الله يشفيه وأنه الرجل خمسيني. حدثني عن اللي حصل والقصة، وين كان هذا الحادث بالضبط؟ الحادث كان على مخرج 9. أي نعم. أبوي شخص عسكري بالخدمات الطبية. أي نعم. كان في مهمة رسمية من قبل العمل حقه. أي نعم. وأبوي عمره 51 سنة، أصيب بحالة إغماء لأنه يعاني من المرض السكر. كان عنده انخفاض مما تسبب فقدان الوعي وأدى إلى حادث، والآن يرقد بالعناية المركزة وما زال في حالة غيبوبة. نسأل الله له الشفاء إن شاء الله والمرضى المسلمين. طيب كثير ناس يسألون كيف يعني الله يشفيه وهو في حالة غيبوبة استطاع أنه يعني يخلي السيارة تثبت على هالوضعية لمسافة يمكنها مسافة 200 متر 300 متر، يعني كفرين على الخرسانة وكفرين على الأسفلت. لأن مثل ما قالوا أنه كان في حالة انخفاض سكر. جته كان يقاوم هذا لأنه كان في مهمة رسمية، حاول أنه ينجزها. شفت؟ أي نعم. وكان شدت من انخفاض السكر، طلعت السيارة فقدانها للوعي واخذ مسافة. يعني شدت يده ومسك السيارة وسيطر عليها حتى وهو في حالة إغماء. يسيطر على السيارة لكن ما قدر، لأن خبر انخفاض السكر ما يخلي الرجل متوازن في أداء الحركة. طيب أنت متى شفت التصوير هذا حق حادث سيارة الوالد؟ شفت الحادث عقب ب3 أيام الظاهر. شفت وعرفت على طول سيارة الوالد وعرفت المكان والحادث؟ سيارة الوالد لأن جاني واحد من أقاربي قال فيه المقطع هو والد. قلت وراني المقطع، تأثرت في المقطع شوي، لكن الحمد لله على كل حال إن شاء الله. طيب الأشخاص اللي صدمهم الوالد طبعا واضح أنه سيارتين، هل في أكثر من سيارتين هذولي؟ نعم في أكثر من سيارتين، يمكن حوالي 3 سيارات من غير السيارات الثانية. شوف، وكانوا الأشخاص هذول اللي صدموا الوالد كانوا يقولون إحنا متفاجئين بالحادث، مع أنهم كانوا يطاردونه ويحاولون يصورون. أيوة، هذا السبب اللي خلاهم يكونون ملتصقين فيه. لأنهم ما تلافوا أنهم تلافوا الحادث ولا شيء، كانوا ولا المفروض أنهم أبعدوا طبعا وخلوا بينهم وبينه مسافة، لأن القيادة بهالشكل تثير الشكوك. طيب اللي صدموه جاهم شيء؟ عندك خلفية عن حالتهم الصحية؟ لا والله ما غير أضرار في إتلاف في السيارة. أي. والحمد لله على كل حال إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. اللهم آمين. يسمع منك. الله يكتب لوالدكم إن شاء الله العافية والشفاء.